أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي. هذا هو القسم الذي يبدأ به رئيس الجمهورية حكمه للبلاد. وقديما قالوا إن شبكة الطرق هي التي تضمن وحدة الوطن وسلامة أراضيه، وقالوا أيضا إذا أردت أن تبني مدينة فانشئ طريق. وهذه هي الحقيقة التي أدركتها كل الدول التي تقدمت في كافة المجالات، حيث بدأت بإنشاء الطرق فحققت نهضتها الاقتصادية وحافظت على أمنها القومي. وانطلاقا من هذه الحقيقة فإن وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، وبعد ثورتي 25 من يناير و30 من يونيو المجيدتين تقوم بدورها الرائد في مجال صناعة الطرق والكباري في مصر. واليوم تتشرف وزارة النقل بأن تقدم للشعب المصري 15 مشروعا تمثل الحزمة الأولى من أعمال أنجزتها وفقا لأعلى المعايير الهندسية. تكلفة المشروعات 1,445 مليون جنيه. هذه المشروعات التي تمتد في كل ربوع مصر المحروسة سوف تفتح شرايين الخير وتساهم في خطة التنمية الشاملة للدولة. وانطلاقا من اهتمام الحكومة بجنوب مصر فكانت المشروعات التالية تعبيرا صادقا عن ذلك. محافظة المنيا. محور وكوبري بني مزار يعد من أهم المشروعات بالوجه القبلي، ويمثل خطوة عملاقة في خطة التنمية واستكمالا للمحاور العرضية في وسط مصر لأهميته الكبرى في ربط الشرق بالغرب من محافظة البحر الأحمر، وتحديدا من مدينة رأس غارب مرورا بالشيخ فضل بعرض الصحراء الشرقية عابرا وادي النيل وصولا لمدينة بني مزار، متقاطع بشكل حر مع طريق القاهرة أسوان الزراعي غرب النيل، وممتدا إلى طريق القاهرة أسيوط سوهاج الصحراوي الغربي. ويشمل هذا المحور على 3 كباري: بني مزار 1 على النيل، وبني مزار 2 على السكة الحديد والزراعي، وبني مزار 3 على طريق القاهرة أسوان الصحراوي. كما يشمل أعمال المداخل المرصوفة والربط بين هذه الكباري بطول 11 كيلومتر، ليتقاطع هذا المحور العرضي بشكل حر مع 3 محاور طولية رئيسية بالإضافة إلى نهر النيل العظيم. ولأن أرواح المواطنين وتأمين سلامتهم في مقدمة أولوياتنا، فقد تم تنفيذ 6 أنفاق مشاة موزعة بطول هذا المحور لسلامة المشاة وخدمة تحركات المزارعين أبناء هذه المنطقة. محافظة الأقصر. تمكنت الهيئة من الانتهاء من إنشاء وتشييد 3 كباري في أقل وقت ممكن لتستعيد رونقها ومكانتها مرة أخرى أمام السياحة العالمية. فتم كوبري مطار الأقصر الدولي الجديد ليكون مدخلا حضريا للمدينة العالمية العريقة، فيعبر أعلى خطوط السكك الحديدية للوجه القبلي. وشملت عملية الإنشاء والتطوير والتوسعة ازدواج الكوبري بواقع 4 حارات، 2 لكل اتجاه بطول 300 متر وعرض 12.5 متر، لتحقيق السيولة المرورية وإلغاء التقاطعات الأرضية وتيسير حركة الوفود السياحية من المطار إلى قلب المدينة وبالعكس. وبعد أن تعبر كوبري مطار الأقصر دخولا إلى وسط هذه المدينة الأثرية القديمة، فأنت على موعد مع عبق التاريخ، حيث يستقبلك كوبري الكباش، تلك التحفة الهندسية الفريدة من نوعها باعتباره شريحة معدنية ضخمة مصممة ولأول مرة لتناسب أصالة وعراقة مدينة الأقصر، حيث يمر أعلى طريق الكباش التاريخي ليضفي عليها لمسة جمالية وفنية، حيث تستطيع من أعلى هذا الكوبري مشاهدة طريق الكباش الأثري الذي يعبر بطول المدينة ما بين معبد الأقصر حتى معبد الكرنك. وقد تم الأخذ في الاعتبار إنشاءه بدون أعمدة حتى لا تعوق حركة السير بطريق الكباش أسفله، ودون أن يحجب الرؤية عن هذا المشهد المهيب. ويتوسط المدينة الخالدة وفي تكامل رائع مع كوبري الأقصر على النيل تم إنشاء كوبري الكلابية
ليكون الرابط الرئيسي للطريق الدائري لمدينة الأقصر، عابرا لخطوط السكك الحديدية وترعة الكلابية بالطريق الزراعي الغربي القاهرة أسوان، كامتداد لكوبري الأقصر العلوي على النيل بطول 500 متر وعرض 17 متر، حيث يتسع ل4 حارات مرورية، حارتين في كل اتجاه. محافظة قنا. وحتى تستكمل الدولة مشروعاتها التنموية في صعيد مصر، قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بإنشاء كوبري المعنى العلوي بطول 1800 متر وعرض 15 متر، ليتسع لحارتين في كل اتجاه، ليعلو خطوط السكك الحديدية بالوجه القبلي وطريق القاهرة أسوان الزراعي في شرق النيل. وكان الهدف من إقامة هذا الكوبري إلغاء كافة التقاطعات بين طريق سفاجة قنا والقضاء على الاختناقات المرورية بسبب وجود مزلقان للسكة الحديدية. وتم إنشاء كوبري آخر سطحي يمر أعلى مخرات السيول بطول 30 مترا وعرض 10 أمتار لخلق حارتي مرور حتى يكتمل ازدواج الطريق الزراعي الشرقي. طريق قنا سفاجة، تم تطوير وتوسعة وازدواج طريق قنا سفاجة لمسافة 40 كيلومتر وبعرض 10 أمتار بواقع حارتين لكل اتجاه. وكان أمام الهيئة تحديات كبيرة، حيث قامت بنسف حذر لأحد الجبال الصخرية والوعرة لأكثر من 150 ألف متر مكعب، كما تم الأخذ في الاعتبار مسارات السيول بعمل برابخ وممرات أسفل هذا الطريق الهام الذي يربط بين محافظتي البحر الأحمر وقنا وميناء سفاجة، بالإضافة إلى سهولة النقل التجاري البري من وإلى وسط الصعيد. طريق أسوان أبو سمبل يحتل أهمية كبيرة بالنسبة لحركة السياحة البرية، ويمتد هذا الطريق إلى منطقة توشكا ومنها إلى حدودنا الجنوبية في مدينة أرقين، وهي بوابة مصر إلى أفريقيا ودول حوض النيل. وقد تمت صيانة ورفع كفاءة الطريق بواقع 115 كيلومتر على مرحلتين، وتوفير أعمال التأمين والأمن والسلامة بوضع العلامات الأرضية والعلوية وتخطيط الحارات المرورية وزرع العواكس الضوئية للطريق. إنشاء ورصف طريق توشكا أرقين بطول حوالي 110 كيلومتر. وتأتي أهمية هذا الطريق في إطار خطة متكاملة لمضاعفة شرايين الربط البري وشبكة الطرق بين مصر والسودان، لتنشيط حركة التجارة وتيسير سفر المواطنين بين البلدين، ليكون مكملا لطريق أسوان أبو سمبل. محافظة بني سويف. طريق بني سويف المنيا الزراعي، تم رفع كفاءة طريق بني سويف المنيا الزراعي بازدواجه من مدينة بني سويف بطول 25 كيلومتر، حيث يستوعب الطريق الآن حارتين لكل اتجاه. كما تولي وزارة النقل اهتماما كبيرا بتطوير منظومة النقل في الوجه البحري لتحقيق التنمية العمرانية ودعم الاقتصاد القومي وخدمة المواطنين. مشروع كوبري العباس العلوي بمحافظة الشرقية، وكان الغرض من إنشائه هو حل مشاكل التقاطعات المرورية المعقدة بجوار كوبري العباس المتحرك وتخفيف الضغط عليه، وتحقيق السيولة المرورية دون تقاطعات لطرق الزقازيق بالبيس، الزقازيق الإسماعيلية بالبيس الإسماعيلية، بالإضافة إلى تحسين التدفق المروري عند منطقة الشرطة العسكرية، حيث أنها نقطة التقاء من وإلى بالبيس أبو حماد الإسماعيلية. كان من الضروري إنشاء الكوبري الجديد لاستيعاب الكثافات المرورية الحالية والمستقبلية بطريق الإسماعيلية أبو حماد، بعد التوسيع والازدواج الذي تم بالتزامن مع إنشاء الكوبري بطول 1850 متر، حارتين لكل اتجاه. كوبري أبو حماد، وذلك لتعظيم الاستفادة من طريق 36 الحربي بربطه بطريق أبو حماد الزقازيق المزدوج، مما يساهم أيضا في ربط منطقة الدلتا والوجه البحري بمحافظة الإسماعيلية، ولاستيعاب الكثافات المرورية وتقليل زمن الرحلة بطول 1600 متر. كما يأتي اهتمام هيئة الطرق والكباري بهذا المشروع، لأنه سوف يخدم المشروعات الاستثمارية المستقبلية. طريق العباس القصاصين يربط محافظات القاهرة وسيناء بمحافظات الوجه البحري والقاهرة، حيث يتكامل مع كوبري العباس العلوي لتوفير السيولة المرورية
فتم تشييد ازدواج جديد لهذا الطريق بطول 20 كيلومتر ليصبح عرضه في كل اتجاه 9 أمتار، بواقع 3 حارات مرورية في الاتجاهين لزيادة الحركة التجارية والصناعية والسياحية. وفي محافظة البحيرة كوبري المحمودية المتحرك الجديد. تأتي أهمية هذا الكوبري في تخفيف الضغط المروري على كوبري المحمودية القديم بسبب الكثافة المرورية العالية والمتزايدة على طريق دمنهور المحمودية، ولربطه بطريق المحمودية رشيد. محافظة مطروح تم إجراء الصيانة الوقائية لطريق الإسكندرية مطروح الساحلي في المسافة من منطقة فوكا إلى مطروح بطول 60 كيلومتر مزدوج. يهدف المشروع إلى صيانة الطريق المزدوج الحالي بعرض 11 مترا في كل اتجاه مع وجود جزيرة في منتصفه. يمثل هذا الطريق جزءا من الطريق الساحلي الذي يربط بين محافظتي الإسكندرية ومطروح، ويخدم حركة السياحة الشاطئية والحركة التجارية. كما تم تقوية وتغطية طريق سيدي براني السلوم بطول 25 كيلومترا. وفي القاهرة تم إنشاء الطريق الدائري الداعم لتوسعة الطريق الدائري القديم بطول 30 كيلومتر، تبدأ من طريق الأوتوستراد وتنتهي عند مدخل محور الفريق سعد الدين الشاذلي، وبزيادة 4 حارات لكل اتجاه، وذلك لتخفيف الكثافات المرورية والتي تبلغ أكثر من 135 ألف سيارة يوميا. وكانت لحظات فارقة في تاريخ مصر شهدها يوم 5 من أغسطس من عام 2014 حين أعطت القيادة السياسية إشارة البدء لإطلاق المشروع القومي للطرق بإنشاء 3400 كيلومتر لتكون شرايين للخير والتنمية لمصر ولشعبها العظيم. وكان التكليف لوزارة النقل بتنفيذ 1250 كيلومتر يتم تنفيذها الآن في ربوع مصر بكل فخر وبأحدث المواصفات العالمية، ملتزمين بالانتهاء منها في الموعد المحدد لتساهم في زيادة الاستثمارات وخلق مزيد من فرص العمل أمام شبابنا. إنها مصر حين تعقد العزم على تحقيق أهدافها وتستجمع القوى لقهر كافة التحديات التي تعترضها، وتواصل مسيرتها رغم أنف الإرهاب اللعين الحاقد لتحقيق آمال شعبها، لتصنع المعجزات وتبني صروحا جديدة للخير والنماء. عاشت مصر حرة أبية عزيزة منيعة مستعصية على كل معتد أثيم، مرفوعة راياتها في سماء العزة والكبرياء والتقدم. وتلك هي التنمية الشاملة التي تنشدها مصر، تسير بخطى واثقة وعلى كافة المسارات والأصعدة، فتحقق نموا متوازنا وعادلا، بل وتصب في صالح بناء دولة عصرية لا تحوز مكانتها فقط من عظمة ماضيها وعراقة تاريخها، بل تفخر بصناعة حاضرها وترنو بأمل وتفاؤل نحو مستقبل واعد لأبنائها.